هنحاول نحفظ ما يستفاد من الحديث، واي حد ان شاء الله يشوفنا يحفظ معانا بطريقه اسهل شويه. فهعلم لك اول واحده اهي، هعلمك ازاي نحفظ ما يستفاد من الحديث بشكل جديد. تمام. الحديث اللي النبي عليه الصلاه والسلام بيقول، والله ده بيكلم مكه، بيقول لها والله لانك احب بلاد الله الى قلبي ولولا ان اهلي اخرجوني منك ما خرجت. الحديث ده فيه يستفاد من الحديث 3 هنحفظه 2 ازاي؟ 2 حب وواحد تعظيم، 2 حب وواحد تعظيم، 2 حب وواحد تعظيم. هنيجي هنا هنعمل ايه بقى؟ 2 حب، ادي حب ودي حب ودي تعظيم، عشان افتكر باللي انا بعمله ده هفتكر باقي الاجابه. 2 حب وواحد تعظيم، 2 حب وواحد تعظيم. حب ايه؟ حب الوطن من الدين، حب الوطن من الدين، حب الوطن من الدين. يبقى انا هكتب 2 حب وواحد تعظيم حب الوطن من الدين، حب الوطن. من الدين. تاني حب هو الحديث ده كله مين اللي الرسول بيرويه؟ لمكة. يبقى حب الرسول لايه؟ لمكة. يبقى حب الرسول صلى الله عليه وسلم لمكة. لايه؟ عايزه تفتكري وبيت الله. تعظيم ايه؟ مكه المكرمه، لان بها بيت الله الحرام. تعظيم مكه المكرمه لان بها بيت الله الحرام. يبقى انا اول ما الاقي الحديث ده ويقول لي ما يستفاد من الحديث هقوم عامله له ايه؟ 2 حب وواحد تعظيم، 2 حب وواحد تعظيم. اول حب ايه؟ الايه؟ حب الوطن من ايه؟ حب الوطن من الدين، حب الوطن من الدين، حب الوطن من الدين، حب الوطن من الدين. تاني حب هو حب ايه؟ حب مين لايه؟ حب الرسول لمكة وبيت الله الحرام. وبيت الله الحرام. تالت حاجه تعظيم مكه المكرمه لان بها ايه؟ بيت الله الحرام. تعظيم مكة المكرمة لأن بها بيت الله الحرام. تعظيم مكة المكرمة لأن بها بيت الله الحرام. مكة المكرمة لأن بها بيت الله الحرام. نحفظ بقى حديث تاني بنفس الشكل ونراجع.